إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى أربح المكاسب وأجزل المواهب. أيها المسلمون، جعل الله الفقر والغنى مطيتين للابتلاء يمتحن بهما شكر الأغنياء وصبر الفقراء، وجعل الدنيا متاعا زائلا وحفها بالشهوات، وأصل شهواتها المال، وهو فتنة هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وهو من موازين الابتلاء: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعلق بالمخلوق ويكبر معه. أضل الكافرين واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وأشغل المنافقين: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وألهى أفرادا من المسلمين: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد يخرج العبد من ديانة ويدخله في أخرى، فشرع الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة طمعا في إسلامهم، وقد يفتن المسلم في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. والشيطان مسلط بالعثو في الأموال، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وهو من أسباب طغيان العبد وعصيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهو زينة الحياة وخداعها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والحرص عليه مما يفسد الدين، وإفساده للدين بالحرص عليه أشد من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا على غنم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. ومطامع النفس فيه لا تنقضي ما لم تلجم بلجام القناعة والشكر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. متفق عليه. وهو ما يخشاه المصطفى على أمته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم. متفق عليه. والفقراء المستحقون للجنة يسبقون الأغنياء المستحقين لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. رواه الترمذي. وكل عبد يسأل يوم يلقى ربه عن صفة كسبه: أمن حل هو أم من حرام، وكيف أنفق. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وفي التكاثر منه شغل عن الآخرة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهو لا يقرب من الله شيئا، إنما يقرب الإنفاق منه والعمل الصالح.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، وهو دمع الألم والمشقة. والجامع له خادم لغيره يحسب أن ماله أخلده، فالمال لغيرك وجمعه وجهده عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. ولا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يرجى لمن كدح في الدنيا بالكسب الحرام، والبؤس والشقاء يحيطان به، والبركة تنزع من ماله ويتلاشى النفع منه. قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وملذاته وزينته تنزع منه. قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقد يظهر شؤم المال المحرم على الجوارح، وقد يكون من أسباب عقوق الأبناء لوالديهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي، وإذا لامس المال الحرام الجسد لم يسمع الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية المحرمة. والقلوب من صاحب المال الحرام نافرة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، وقد يتحسر آكل الحرام عند الممات. قال ابن الجوزي رحمه الله: كم قد سمعنا عن صاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ، ولقى من مرير الحسرات. والشبهة في المال أخية الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. وفي الحلال غنية عن الحرام والشبهات. قال عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن تجاوز الحلال ووقع في الشبهات فما أخلقه أن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. رواه البخاري. وفي رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. رواه النسائي: أن يتجرأ على شبهة أخرى أغلظ منها حتى يقع في الإثم. وإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد، وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله، وفساد المال في التأول فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يشبع الرجل من الشبهة، وشهوات الدنيا مصائد هلاك، والدنيا مفازة، فينبغي أن يصحب فيها التقوى لا الطمع والهوى. وبمجانبة الشبهات والبعد عنها جاء الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
رواه الترمذي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وبالورع أخذ السلف وعمل به الصحابة. أطعم رجل أبا بكر الصديق طعاما من مال تكهن به في الجاهلية، فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك أدخل يده في فمه وتقيأ كل شيء في بطنه. وقد يمد العبد بالمال استدراجا له. قال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وكم من معجب بماله هلك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأهلك حرثه. وقارون أغنى أهل زمانه بغى فخسف به. قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. ومن اغتر بالمال قد يسلب إياه، كما قص الله في كتابه قصة أصحاب البستان في سورة القلم. وفي الصحابة والأعلام أغنياء شاكرون، فلعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن المبارك من الأموال ما لا يجهل، فلم ينقطعوا عن الله بدنياهم، ولم يفخروا ولم يستكبروا بها، بل ساروا بها إلى الله، فكانت طريقا لهم إلى الجنة. والمال الطيب يتضاعف، والمحرم وإن كان كثيرا يتلاشى. قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن أخذ المال من غير حله نزعت بركته، وكان كمن يشرب من ماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. متفق عليه. والأعمال تطيب بطيب المطعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. والرسل طعامهم وشرابهم طيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وأمر المؤمنون بذلك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمال بالبركة فيه لا بكثرته، وعماد البركة بالصدق فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. متفق عليه. ومن كان كسبه حلالا كانت دعوته أحرى بالإجابة. قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة. فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. والعمل يزكو بأكل الحلال، وفي ترك الذنوب صيانة للمال من الزوال أو القلة أو نزع البركة. والمال إنما يحمد بالعطاء، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. والمال إن لم ينفع صاحبه ضره، وأربح الناس من جعله وسائل إلى الله والدار الآخرة. نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد. وأخسرهم من توسل به إلى هواه ونيل شهواته، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والمنفق ابتغاء وجه الله هو الذي عرف حقيقة المال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني ببذله. متفق عليه. وإذا رزقك الله مالا حلالا فخذه بسخاوة نفس ليبارك لك فيه، ولا تأخذه بإشراف أو حرص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. متفق عليه. والمقتدر السعيد من تدارك عمره بتخصيص وقف له بعد مماته، مع سخاء بالبذل في حياته، مع وصية مشمولة بالبر والخير تنفذ بعد رحيله. وفي الناس أغنياء وإن لم يملكوا أموالا بغنى قلوبهم مما يملكون وتعففهم عما لا يملكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وأفقر الأغنياء من حرم نفسه من الإنفاق، وأغنى الفقراء غني النفس المتعفف عن السؤال. والسعيد منهما من أكثر من الطاعات واجتنب المعاصي. ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنيا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا، ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل محروما. والزهد أن تترك الدنيا من قلبك وهي في يدك، لا أن تتركها من يدك وهي في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، الفقر إلى الله والتذلل له هو عين الغنى، وأذل الخلق بين يديه هو أعزهم، وإعطاء المال للعبد لا يدل على رضاه، ومنعه منه لا يدل على سخطه. يعطي لتكرمه ويمنع لحكمته ابتلاء لخلقه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه أسف على ما فاته، ومن نظر إلى من دونه في المال شكر نعم الله السابغة عليه. ومن قواعد الشريعة النظر إلى من هو أعلى منك في الدين ومن هو أدنى منك في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم أي في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمه. رواه مسلم. ومن أنعم الله عليه بالاستقامة في الدين مع الرزق الكفاف والقناعة به فقد نال السعادة. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم ارزق المسلمين مالا حلالا واسعا واصرف عنهم الشبهات والمحرمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.